صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي مطبخ تعلمي واعملي بايدك. هنعمل النهارده كفتة الحمص. بدل الرز هنحط حمص. الحمص فوائده كتيرة وجميلة وبيدي طعم حلو قوي قوي للكفتة. ان شاء الله يا رب هتعجبكم وتجربوها وقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. هنبدأ مع بعض. عندنا كوباية حمص اللي هو حمص الشام، عارفينه اهو، ده اللي بنعمل منه الحلبسة. الكوباية دي انا نقعاها من بالليل لغاية الصبح في المية، لا سلقتها ولا اي حاجة. هتجيبيها وتصفيها طبعا من المية وتبتدي ايه تفرميها. عندنا هنا ده بقسماط، ده بيكنج باودر نص معلقة، وده زي حوالي 3 معالق، وهنا دي معلقة دقيق. عندنا بصلاية، توابل كفتة، عندنا نص كيلو لحمة. عندنا كمان هنا الفلفل ده هنفرمه مع الحمص. عندنا بقى التوابل بتاعتنا، عندنا توم بودرة وملح وبابريكا وشوية بقدونس اهو. وعندنا كمان معلقة توم على جنزبيل هنحطها اهي. وعندنا كمان هريسة، هناخد معلقة كبيرة ونحطها عشان اللي مش حابب الحاجة الحامية خلاص ما يحطهاش. التوابل دي هنحطها عليه لان هنرجع نفرمها تاني في الكبة بعد ده كله. وبرده الحاجات دي اللي هي البقسماط والبيكنج باودر والدقيق برضو هنحطهم. التوابل يبقى كده مش ناقص عندنا الا البصل والبقدونس. هنبدأ نفرم الباقي الحمص والبصلة، نفرمهم جامد جامد يعني. هنا عندنا خلاص اهو. هناخد برضو شوية بقدونس هنفرمهم بس معاهم كده، لكن انا بحب البقدونس يبقى باين في الكفتة. احنا كده خلاص هناخد الخلطة بتاعتنا بقى عشان نعجنها. تمام، هناخد بس الحاجة دي الاول. على فكرة جربوها هتعجبكم جدا جدا والله، يعني أكلة حلوة وكمان بتدي يعني كتير، يعني وفيرة يعني في العجينة دي. احنا هنفرمها تاني بس الأول هنعجنها الأول مع بعض. انا مش عاجنها قوي لان كده كده احنا هنفرمها تاني. احنا هنبتدي نفرمها اهو، نفرم الخلطة اللي احنا عاملينها مرة كمان عشان يبقى الحمص ناعم، يعني ما يبقاش خشن في اللحمة، وكل المواد دي تخش ببعضيها بقى وتبقى حاجة واحدة يعني. اللي عنده كبة كبيرة ماشي، ما عندكيش الكبة بالمفرمة، ما عندكيش مفرمة دقيها يعني وديها عند الراجل بتاع الكفتة، يعني ما تعطليش نفسك. تمام، شايفينها؟ اخلص بقى كل الكميه وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ورجعت لكم تاني بعد ما فرمتهم اهو. تمام، عندنا طبق فيه شويه زيت
وعندنا صينيه اللي هتعملي فيها بقى، حطي فيها شويه زيت وندهنها. المهم ادهنيها كويس يعني، تمام. وكأنك بقى هتصبعي كفته، تدهني ايدك شويه زيت، ونعمل بقى ايه كور. شوفي انت عايزه تعملي ايه، كوره صوابع اللي يعجبك، تمام. انا حبيت اعمل ايه كور. الكرة في حجم عين الجمل كده، حجم الليمونة. وهندخلهم فرن على 180 لغاية ما الكفتة تتحمر وتبقى شكلها زي العسل، تمام. بعد كده اللي عايز ياكلها كده ماشي، مفيش مشكلة، يبقى طعمها حلو. جنبها ايه، سلطة بتاعتك او طحينة، سلطة لبن، اللي يعجبك، تمام. في بقى كمان ممكن تعمليها في صلصة، هوريكم بقى بعد ما تخرج نعمل مع بعض الصلصة ونشوف. نسيب كده شوية وكده شوية، اللي حابب ده ياكل واللي حابب ده ياكل. شايفين النص كيلو عامل قد ايه؟ على كمان ممكن تفرزيها، يعني ممكن تحطيها تعمليها كور كده وتحطيها في علبة في الفريزر عندك او طبق او اي حاجة. شوفي انتي بترتبي الفريزر بتاعك ازاي، وتحطيها وتقومي ايه حطها في الفريزر. لما تعوزيها هتطلعيها تحطيها في الفرن على طول وتسويها، مش تاخد منك حاجة خالص. على فكرة حلوة للمصايف قوي قوي قوي، جربوها. الحمص طعمه خطير فيها، مش هقول لكم ازاي يعني. يلا اخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني علشان الفيديو ما يطولش. انا خلاص كورتهم اهم، ده اللي فايضين شايفين. هندهن بس الوش كده بالزيت اهو، عشان بس ما ينشفش وتكون ايه طعمها حلو. انا حطيت الطماطمايه دي في النص كده عشان انا بحب الطماطم المشويه وتديها طعم في نفس الوقت وكده، تمام. خلاص هندخلهم فرن بقى، ولما يخرجوا اوريهم لكم شكلهم عامل ازاي. هنعمل بقى الصلصة اللي هي هنحطها فوق الكفتة اللي احنا عملناها ونسيبها تشكشك برضو فين في الفرن. عندنا هنا طماطمتين، 2 قوطة يعني طيتين اهو، بنقطعهم قطعهم اي حاجة يعني. انت كده كده هنضربهم فين، ادي الخلاط، في الخلاط. في الخلاط فيه كوباية مية، مش كوباية مية، زي نص كوباية مية، تمام. خلاط اهو. عندنا كمان دبس رمان، هنحط زي معلقة. عندنا هنا بقى التوابل دي، مرقة دجاج عادية، بابريكا، سماق، شوية فلفل اسود وشوية ملح صغيرين، هنحطهم برضو في الخلاط. وهنضرب الخلطة دي مع بعضها. هنصفيها، صف الخلطة دي عشان ما يبقاش فيه ايه قشر ولا اي حاجة، تبقى صلصة ناعمة كده وايه وصافية. خلاص كده تمام. اهي الخلطة اهي، هنحطها على النار بس تغلي شوية، ولما تغلي او تطلع الكفتة نحطها عليها وندخلها برضو الفرن تاني.
الكفته اهي شايفين. هنحط عليها الصلصه اهي، حبه بس صغيرين اهو، والتانيه كمان. بس هندخلهم بقى، هنسيبهم في الفرن برضو لغايه ما نشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. الكفته بالحمص خرجت من الفرن خلاص، حطينا جنبها شويه الحمص اللي فاضوا، عملتهم حلبسه اهو. ايه رايكم؟ شايفين؟ بصوا بقى، ايه رايكم؟ زي الفل، وطعمها مش هقول لكم قد ايه هو حلو. جربوها وان شاء الله يا رب تعجبكم باذن الله. لو اول مره تخشوا قناتي اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا شير. شكرا على المشاهده، مع الف سلامه.